هو النادي ده بيفطر ببلاش؟ فتوح وعبد الله معروضين للبيع، ما عندهمش كورونا، لا كورونا ولا خارة. في مخدرات في جسمهم، خلي بالك، نسوان ومخدرات. يا ده الفضيحه مجناجل. انت حضرتك لما تسمع الخبر ده خلاص دي فضيحه عالميه. اللعبه دي فعلا لازم يعني تكون عبره لاي حد يعمل اي حاجه بعد كده في الزمالك. حضرتك هتفاجئ ان هم رئيس النادي بيطالبهم بالاعتذار عشان يجوا ويبداوا يتمرنوا ويبداوا يرجعوا تاني. الغريب بقى مش في كده، الغريب ان انت عندك مشكله تانية، ان هو قال ان فيه اداري هو اللي بلغه الكلام الخطا ده. طب انت حضرتك عشان ما حد يبلغك الكلام الخطا ده مش بتتاكد؟ اكيد موضوع الحشيش مثلا كشف المنشطات، انت اصلا قلت لازم اوديهم كشف المنشطات. طيب بالنسبه للنسوان اكيد انت اكيد قلت اكيد في حاجه، لان عمرك ما هتطلع تقول في نسوان الا اذا شفت حاجه. بس هو للاسف لازم تكون فضيحتنا بجلاجل. هيئه مكافحه المنشطات قالت ان الزمالك وصلحه مع فتوح وعبد الله جمعه لن يغير شيء، لازم اللعيبه تخضع لكشف المنشطات. طب بالنسبه للنسوان دي هنجيبها ازاي؟ طب مين اللي هيتولاها؟ يعني فعلا الناس كلها كانت بتشتكي في فتره من فترات الزمالك وتقول لك الزمالك ده ايه اللي هيحصل له، ده ايه الوضع المزري ده. يا جماعه ما هو بيفطر ببلاش. حاجه تانية مهمه جدا يا جماعه، هو مين اللي راح يعتذر؟ يعني احنا كلنا شفنا عبد الله جمعه راح يعتذر. طب اعتذرت على ايه؟ يعني انت فعلا كان الحاجات دي صحيحه؟ طب لو الحاجات دي مش صحيحه انت راح تعتذر انت على ايه؟ انت يا ابني اللي اتهمت. وكذلك فتوح خد موقف حلو قوي يومين، لكن بعد اليومين بصراحه راح اعتذر وراح بس الايادي وكل حاجه. هو احنا عايزين نعرف هو مين اللي غلطان. لكن بصفه عامه الزمالك بدأ يلم الليلة، بدأ يلم الفضيحة أم جلاجل، بدأ يلم العالم كله، بدأ يتناقل أخبارهم والحشيش والنسوان، وحاجة غريبة بصراحة شوية يعني. لكن ما هي مش غريبة، ممكن نقول إن فيريرا مثلا سرب خبر زي كده للصحافة البرتغالية، أو اهتمام الصحافة البرتغالية بفيريرا، عرفوا يوصلوا للخبر ده وينشروه عندهم، وبدأ العالم يتناقله، وبدأت الفضيحة تبقى كبيرة شوية. لأن برضه يعني لعيب كورة ويبقى فيه نسوان وفيه حشيش وحاجات من ديت غريبة شوية. سيبنا من الزمالك نروح لصفقات الاهلي الثالثه. خلاص الاهلي اتم صفقته الثالثه، صفقه مروان عطيه. راح فيها محمد محمود وراح فيها عمار حمدي. ان شاء الله الاثنين دول يرجعوا بفورم عاليه جدا، ياخدوا دقائق كبيره جدا من المشاركه. هم فعلا راجعين بعد اصابات طويله. شفنا مثلا عمار حمدي راجع بعد اصابه قد تكون عام كامل. اللاعب محتاج يلعب دقائق كبيره جدا، محتاج ان هو يخرج بره في نادي ما فيش فيه ضغوطات، لانه لو لعب في الاهلي وفي مباراه ما كانش موفق الجمهور مش هيستحمل، فيقول لك يخرج اعاره. هو ده الصح اللي حصل مع عمار حمدي، وكذلك محمد محمود ممكن تقول مثلا عم كولر ما جربوش كتير وما شغلوش كتير، بس في الاخر هو فعلا محتاج يخرج بره تشوفه بلياقته العاليه، يبدا ياخد مباريات كتيره، حساسيه المباريات ده كله هيبان عليه. محمد محمود لعيب مهاري جدا. هو كان عايز يقعد في القاهرة، نادي القاهرة مثلا، لكن فعلا راجل مضحي بنفسه برضه، راجل شاري الاهلي ولعبت، وجمهور الاهلي شاريه، وجمهور الاهلي استحمل سنتين وهو مصاب. فمحمد محمود ان شاء الله ربنا يوفقه ويرجع تاني، هو وعمار حمدي الاثنين بصراحه لعيبه حلوه جدا، لعيبه حلوه جدا. لو هم في اي نادي وانت شايفهم بحالتهم هتقول الاهلي نفسه يضم الاثنين دول. فان شاء الله يرجعوا وما يقعدوش اكتر من 6 شهور لنهايه الموسم ويرجعوا تاني الاهلي باذن الله موفقين. نروح بقى لموضوع كهربا. حاجه جميله ان هو خلاص قيد في قائمه الاهلي في كاس العالم. اللاعب اصبح متاح للمشاركه خلاص من يوم 11. ممكن يكون بكره في قائمه المصري ان شاء الله، نتمنى هو يكون في قائمه المصري، لان ده برضه ده في حد ذاته صفقه فيها حرقان كبير، ان هو يبدا يشارك، ما دفعش الغرامه لسه.